أول ما نتكلم فيه لماذا تعاني الإنسانية الآن في كل مكان؟ تعاني من الظلم، تعاني من التفرقة، حتى عندما أقمنا هيئات رأينا فيها العجائب. يعطى حق الفيتو لمن يملك دبابة، إذا ملك دبابة كبيرة هو معه حق الفيتو يبطل القرارات. من أين جاءت هذه العدالة؟ ومن أين جاءت هذه المدنية التي يتفاخر بها؟ الإنسانية تنتظر منا ما قاله الله لنبيه في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. تنتظر منا نحن أتباع هذا النبي الذي يأمرنا بالإيمان ويأمرنا الكتاب بالإيمان برسله. تنتظر منا أن تستجير بنا فتجدنا حيث استجارك. وعندما أقرأ الآية الكريمة في سورة آل عمران أعجب عندما يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. بعضا أربابا من دون الله. لكن الأعجب ختام الآية: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. جدا جدا، لأن عندما فيقول اشهدوا بأننا مسلمون، مش معقول يشهد على أمة خيبانة أو أمة مضيعة أو أمة تضع رأسها على أكتاف العالم وتبكي، إنما يشهد على أمة قائمة مؤدية لحق الله استغاثت بها امرأة في يوم من الأيام وقالت ومعتصمة، فلباها الجند الذين لا يتحركون إلا لإقامة العدل. هذا قدر لا يغيب. إن كنا نريد أن نتكلم عن مكة لا نتكلم لنعلم الناس فرائض بيدرسها الرجل الأموي في قريتي، إنما نعلم الناس حقائق الأمور التي تتلظى الإنسانية لتجد من يخاطبها وليقيم العدل فيما بينها. هذه حقيقة لا يليق أن تغيب. فلا ود أن تكون قناة كقناة أخرى اتخذت من أمور أمور معلومة للناس من الضرورة، ولا يمكن تقترب من أمور تسمى عند بعض الناس حساسة. بقى حساس أنا لكن أتكلم عن عدل يجب أن يقام في هيئة الأمم أو عدل يجب أن يقام في ديار المسلمين؟ أمال عايزين تتكلموا عن إيه؟ إذا لم تتكلموا عن هذه القضايا الأساسية والصغير والحاكم والمحكوم لكي توجد أمة الحق والعدل ولا تغيب، هذا ما تفرضه علينا مكة. أنت ترى المدينة عندما جاءها الإسلام يقول العلماء بأنها فتحت بالقرآن، لم تفتح بقتال ولا بحرب. جاء، أنا ما بقولش كده عشان أسلط على اللي نايمين، إنما بقول كده لكي يتدبر كل إنسان ما في يده وفي عمله. ماذا يا أبا سليمان؟ قال له أنت وزعت علينا ثياب وأراك معك ثوبين مسوب واحد. فنادى عمر في المسجد: يا عبد الله، وهو يعني ولده، لأن الجميع عباد الله. أجابه ولده قال: نعم لبيك يا أمير المؤمنين. قال: والله التوبين اللي شايفينهم توبي أنا وتوبه هو. وبعدين يطلع شعار من العالم يقول: من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ أول ما عرفت في ديننا. من أين لك هذا؟ ولا عيب أن يقال من أين لك هذا، لأن بيقال لك في الدنيا قبل ما تذهب إلى الآخرة. ما في شيء يصل إليك إلا من أين لك هذا وفيما أنفقته. وهذه المعاني المضيعة لا يليق أن تضيع، لأنها إن ضيعت وجد بينك من أولا. ولذلك نزن أمورنا بميزان هذا الدين، بميزان القرآن الذي أنزل في مكة وفي المدينة. عندما أقول مكة تفرض علينا أمور يجب أن لا يغيب ذلك أبدا.